السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل ناس في الدنيا كلها؟ ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل اي كلام بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنت جميل زيكم. النهارده معايا وصفة اقتصادية، واحنا اتعودنا مع بعض على الوصفات الاقتصادية. معايا النهارده هنعمل البغاشة النهارده مقاديرها بسيطة جدا جدا جدا، من الحلويات الاقتصادية السهلة وسريعة التحضير. معايا هنا كوبايتين من الدقيق بمج الشاي العادي خالص، حطيت عليهم بيضة واحدة بس، وكمان طالما استخدمت بيضة يبقى هستخدم معاها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هضيف كمان معلقتين من الزيت، معلقتين اتنين بس كده بمعلقة الأكل العادية من الزيت، وهبدأ أقلب المقادير دي بتاعتي كلها مع بعضها. وبعدين هبدأ أضيف المية بتاعتي بالتدريج لغاية ما أوصل لقوام العجينة. عايزاها عجينة ما تكونش طرية، عايزاها عجينة تكون متماسكة شوية معايا. زي ما انتوا شايفين كده بضيف المية بالتدريج عشان العجينة ما تطراش معايا. زي ما قلت لكم أنا عايزاها عجينة ناشفة ومتماسكة. كده تمام، انا خدت المقدار الكفايه من الميه. هبدا اعجن العجينه بتاعتي كده هون والمها كويس قوي. وبعد ما الم العجينه كده بشويه دقيق كده صغيرين، هبدا اريحها حوالي 10 دقايق. هشتغل فيها على طول بعد 10 دقايق، لان دي طبعا ما فيهاش اي خميره، مش عايزه تخمير خالص. هبدا اشتغل فيها كده بعد 10 دقايق بالظبط. هفردها كده على سطح العمل كلها على بعضها كده بسمك 1 سنتي. افرديها كويس قوي، ما تخليهاش سميكه. انا عايزه العجينه بتاعتها تبقى رقيقه قوي. يعني رقيقه بسمك ايه؟ رقيقه بسمك 1 سنتي. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ولو عجبتكم الوصفه حبايبي ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مننا ان شاء الله كل جديد. كده فردت العجينة بسمك 1 سنتي. هبدأ أجيب القطاعة بتاعتي، أو إن كنت عايزاها تعمليها على شكل مستطيلات أو مربعات صغيرة هتقطعيها وتقسميها بالسكينة. لو عندك أي قطاعة أنت حابة تكوني تقطعي بالشكل اللي أنت عايزاه استخدميها عادي خالص، ده حسب ذوقك وحسب راحتك أنت. هبدأ طبعا كده لغاية ما أخلص المقدار العجينة بتاعتي كلها. أنا بلم الزوايد وبرجع أفردها تاني، وباخد الكمية برضو منها اللي أنا عايزاها. كده بعد ما خلصت خلاص المقدار اللي معايا كله كده، ادي بسم الله ما شاء الله كوبايتين الدقيق عملوا لي الكميه الحلوه دي. طبعا احنا قلنا في بدايه الفيديو ان دي مقادير اقتصاديه جدا ما فيهاش اي صعوبه. هكون مسخنه طاسه على النار. طبعا عايزه الزيت سخن، مش عايزاه بقى يكون بارد عشان تنفخ معايا كده على طول. اول ما تنزل الزيت هتحس انها قبت وعملت طبقتين، انفصلت طبقتين عن بعض، يبقى انا كده شغلي تمام. لو ما انفصلوش عن بعضيهم تبقى العجينه بتاعتك طبعا تخينه شويه وعايزه ترققيها شويه اكتر من كده. بعد ما تاخد، شايفين لما كده لما قبت معايا واتنفخت، هبدا تاخد لون بسيط، ما بتاخدش وقت خالص في السوا. مجرد ما تنزليها الزيت، وعارفين مده الفنكوش اللي احنا بنجيبه وبنحمره في الزيت، اهي بتاخد وقت حوالي زي كده بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده بتقب على طول وبتنفخ وبتاخد لون من الناحيتين، وبعدين بطلعها على طول. لو انت مجهزه عندك سكر باودر عايزه تنزليها في سكر باودر ماشي، عايزه تعملي لها شربات او عسل طبعا دي حاجه ترجع لك. ممكن تزينيها باي حاجه انت حباها. كده ببدا ليها كلها لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا تماما. زي ما انتوا شايفين كده سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد اي وقت معاكي. يلا اللي معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ينزل يحط اللايك ويشترك في القناه لو ما اشتركش. حبايبي واخواتي بشكركم جدا على تفاعلاتكم وعلى كومنتاتكم الجميله. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. كده انا خلصت الكميه كلها اللي معايا. دول في الاخر خالص دول اللي زادوا مني. شايفين الجمال والحلاوه؟ مقرمشه وجميله جدا جدا جدا. لازم البغاشة تديكي الطريقة، تديكي النتيجة الأخيرة فيها تكون منفوخة كده. هبدأ أسقيها أنا بالعسل أو الشربات اللي أنا هكون مجهزاه.
زي شربات الحلويات اللي بنعمله دايما. حابة ترش سكر بودر ماشي، حابة ترشي عليها طبعا اي مكسرات او جوز هند او حاجة تجمليها تقدميها لاي ضيوف عندك، طبعا هتبقى جميلة جدا جدا جدا، وبتتعمل في غمضة عين، مش بتاخد اي وقت. شايفين كده مفرغة من جوه وهشة وجميلة جدا جدا جدا، خفيفة على المعدة وسهلة الهضم.